بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله احنا هنعمل أكل مع بعض. أكلنا إيه؟ الأكل بتاع النهاردة بقى يسند الشقيان، وهو ده اللي يخلي العجوزة صبية، والأكل ده هو اللي المفروض الناس تاكله، بس الناس بعد عنه. عن دمج أكلتين عاملاهم في فيديو واحد، والأكلتين أفيد من بعض. أكلنا إيه؟ مش المهم والله الأكل يكون لحمة أو سمك، المهم يكون أكل صحي. معايا هنعمل كوسه وجزر طبيخ يعني، ومعايا دي شرب كانت عندي جميله ازاي هطبخ منها، ومعايا اكله تانية. يبقى احنا معانا كوسه بتقليه على جزر، ومعايا ايه تاني، ومعايا السبانخ اهي يا جماعه انا غسلاها وحطها على مصفى تصفي، وغسلاها وشطفها ومخليها بتضحك ضحك جميل. وده توم عشان السبانخ، وده معلقتين فول مدشوش هنبلاهم عشان بيبقى ياخد وقت في السوى، ودول معلقتين عدس برضو. الفول والعدس والتوم ده عشان السبانخ، وده بصل هاخد منه للكوسه وللسبانخ. دلوقتي احنا دي المقادير، ندخل بقى على التحضير. نروح على البوتاجاز، هو ده الاكلتين اجمل من بعض، ومعايا الشوربه هطبخ بهم. والله العظيم مش مهم يكون لحمه او سمك، المهم يبقى اكل صحي ونضيف ومعمول حلو ويتاكل في صحه وراحه بال. معايا بصل اهو، بصل بيض عامله له الكوسه. ركزوا معايا يا جماعه عشان تعرفوا احنا بنعمل الخضار ده ازاي. الكوسه على الجزر بنعملهم طبيخ ازاي. اول حاجه ببصل مفروم ناعم قسمته نص، هاخده للسبانخ ونص هاخده لايه للكوس. دلوقتي احنا اول حاجه نعلق على الكوس عشان ما تتوهش مننا. والطماطم دي برده مشترك، هاخد منها كبشتين. السبانخ ما بتحطلهاش طماطم كتير، اقل حاجه بالكف، انما الكوسه هاخد 3/4 للكوسه وربع السبانخ. بس انا هركب مقادير الكوسه الاول واسيبها تشكشك كده مع بعضها، وبعدين نروح للسبانخ. من جهاز المقادير هنخش على التحضير على طول. ويا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، ويشترك عندنا ويحط لنا اللايك الجميل والكومنت الحلو منكم. متحرمش منكم ولا من دعمكم ولا من مشاركتكم ولا من مشاهدتكم لينا كده بقى يا جماعه. البصله احنا ما بنحمرهاش قوي يا جماعه، عشان تحميرها قوي ما هوش حلو يعني. انا بس بحش التصنينه اللي فيها وادبلها واخليها تاخد لون ذهبي خفيف، وبعدين اروح نازله بالطماطم بقى في الوقت ده كده. هنزل بالطماطم واسيب الطماطم تتسبك، وبعدين علق على السبانخ اهي. وطي عليها بقى تسبك على الهادي كده. الصلصه اللي عايز صلصه حلوه يسيبها على الهادي اهو. والحبه الصغيرين دول هسيبهم بقى للسبانخ اهو يا جماعه. اغطي على الصلصه ونروح بقى نعلق على السبانخ مع بعض. احنا كده بقى رحنا على العين الثانيه نعمل السبانخ. السبانخ برضو نفس الطريقه، اما البصله هتصفر معانا هنروح حاطين الطماطم ونسيب الطماطم تقصر معانا وتتسبك، وبعدين نحط بقيه المقادير. انا ماشيه معاك واحده واحده اهو عشان كل الاكله بالتفصيل. احنا عملنا السبانخ وعملنا الكوسي، اللي عايز من دي ياكل واللي عايز من دي ياكل. هو ده الاكل المفروض الناس تمشي عليه، احسن من البطاطس، احسن من حاجات تانية، احسن من الفاست فود، احسن من الوجبات الجاهزه. وبعدين الشيخ عايز الاكل ده عشان المناعه يا جماعه، لان المناعه الكوسه والجزر انتوا عارفين الجزر فيه الفيتا كاروتين، والكوسه مقويه للقلب وعضله القلب وجميله وفيها سوائل. السبانخ فيها حديد اللي عنده الهيموجلوبين ناقص. حاجات كتير فيها الاملاح والمعادن. الاكلتين دول اساسا الولاد ما بيحبوهمش، المفروض احنا ندخلهم في الاكل لهم، لان الحاجات دي هي مفيده وهي اللي بتبني العظام وبتبني الاسنان وبتعمل كل حاجه. البصل خلاص قرب معانا اهو. دي الاكلات اللي بترفع المناعه وبترفع جهاز المناعه وبتضخ الدم في الجسم. خلاص في الوقت ده بقى انا هجيب الطماطم واحطها تتسبك وارجع كده. الصلصه بتاعت السبانخ قربت على التسبيك. ليه هي اتسبكت قبل الصلصه يا جماعه بتاعت الكوسه؟ لان انتوا عارفين طماطم الكوسه كتير، انا ما خدتش الا طماطم بسيطه للسبانخ. فدلوقتي انا هنزل معلقتين فول مدشوش. انا كنت نقعهم يا جماعه لان هو بياخد سوى، فانا نقعته. ودي معلقتين عدس مغسولين ومتصفين، ودي معلقه توم مدقوقه عليها كمون. انا دلوقتي هحط الحاجات دي كلها
نحط الحاجات دي بتاخد غلوتين مع نفسها كده الاول، بديها غلوتين 3 كده. الفول هيقرب على السوا والعدس، وبعدين ايه بروح ضايف الشوربه والسبانخ. وبتبقى كده السبانخ بتاعتنا بتكون خلصت. انا معايا شوربه يا جماعه مش هحط ملح، ليه؟ لان السبانخ غنيه بالاملاح والمعادن، فكفايه الشوربه، فانا ما بحطلهاش ملح. هو ملح لان هي اصلا مع الغليه بتحدق، والملح بتاعها بيبقى مظبوط. عايزه تاكلي سواء السبانخ جميله، لو انت هتحطي شوربه ما تضيفيش ملح، كفايه الشوربه قوي عليها. يبقى كده السبانخ بتاعتنا خلاص. انا حطيت لها كل حاجه بقى، دي الاساسيات بتاعتها. هي فاضل هسيب الفول بس غلوتين 3 كده، ولان انتوا عارفين بعد ما نحط السبانخ هما غلوتين 2 بتروحوا طفي. السبانخ من الورقيات اللي ما بتتحملش. فانا هسيب الفول شويه وبعدين اضيف السبانخ والشوربه. كده السبانخ بتاعتنا تبقى جاهزه. هروح بقى اشوف الكوسه. كده السبانخ يا جماعه اديت غلوتين للفول، انزل بشويه شوربه عشان يبقى فيه سائل. سائل الفول يستوي فيه يعني وما يشطش. هسيبهم بقى ياخدوا ود كده. هسيب الفول يغلي في الشوربه دي يعني وفي الصلصه دي شويه، وبعدين اما اشوف ان هو بقى 3/4 سوا هو والعدس خلاص، اروح ضايفه بقى السبانخ في اخر مرحله. هنا الكوسه اهي اتسبكت. انا ايه هحط لها معلقه فلفل اسمر اهو معاكم، ودي الجزر يا جماعه. ليه؟ لان الجزر من الحاجات الجافه اللي بتعوز سوا، فانا بحطه ايه ياخد غلوه مع الصلصه كده او 2، لان هو ايه انتوا عارفين الكوسه ما بتتحملش، يبقى فيها سوائل بتستوي على طول. انا بخليها في الاخر. هحط الجزر ياخد غلوتين، وبعدين ايه اضيف الشوربه، وبعدين ايه الكوسه. كده يا جماعه الجزر ايه خد غلوه ايه في الصلصه، فعشان ايه هحط شويه الشوربه بقى هنا. انا مره بشوح الكوسه مع الجزر، والمره دي ايه كل مره كده بحاجه جديده. لازم الاكل يبقى فيه تجديد. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي شويه. وبعدين ابقى اضيف الكوسه بعد ما الجزر برضو ياخد ايه يغلي شويه في الصلصه والشوربه كده مع بعض. دلوقتي الصلصه بتاعت السبانخ برضو الفول بيستوي في قلبها والعدس. والسبانخ يا جماعه انا مخرطه عليها خضره محشي كزبره، بنحط لها الشبت عود كزبره، حطاه غسلاه مع السبانخ ومخرطاه معاها. الخضره دي اختيار، عايزه تحطها حطيها، وفي ناس بتحبها وفي ناس ما تحبهاش. انا بقول لك ان انا ايه اللي عملته بالظبط الامانه يعني. حاطه فيها عود خضره محشي غسلاه ومقطعاه وحطها تصفي على المصفى كده يا حبايبي. ايه نزلت بالسبانخ، السبانخ كده واخده غلوتين وراح طافين بقى كده كل حاجه مستويه. السبانخ اول ما بتتحط بتبقى هايشه كده، وبعدين بتروح ايه بتخس بقى ليه؟ لانها كلها ميه وسوائل. الم حرف الحله بتاعتي كده واغطي بقى واسيب كده السبانخ بتاعتي ايه مستويه 90%. هما بس ايه غلوتين كده، بسيبها 5 دقايق واروح ايه موطيه عليها. ده بالنسبه للسبانخ. نكشف بقى عشان ايه عشان الكوسه انا كنت موطيه عليها، عشان كنت بنقي شويه الرز اللي انا هطبخهم. هسيبها لسه الكوسه قدامها شويه، مش هحطها دلوقتي. ليه؟ لان انا كنت موطيه عليها. انا عليت عليها اهو عشان ايه لما بكون بعيده عن المطبخ انا بحب اوطي النار، ابقى مطمنه على الاكل عشان لا يتحرق ولا يشيط ولا يطلع له ريحه ولا حاجه. انا رجعت على مغسل الرز، هيكون الجزر خد وده كده في الصلصه والشوربه، وبعدين اروح ايه حاطه الكوس. انا كده بقى يا جماعه هعمل شويه الرز. هعمل رز ابيض عادي خالص، عملنا مع بعض كتير. هسخن هحط الزيت يسخن، وبعدين احط الميه تغلى، احط الملح، انزل عليه بالرز المغسول، وبقى كده الرز بتاعنا اسيبه يتردد. انا هبتدي اعمل الرز دلوقتي انا هنزل في الوقت ده ايه الكوسه بقى عشان ما كنتش لسه نزلت. الكوسه بتاعتنا اهي، واسيب الكوسه بقى تستوي كده. اغطي عليها بقى كده، وانا حاطه ايه الماده الدهنيه حطها للرز يسخن، وبعد ما يسخن ايه احط على النار كده شويه الرز اهم يا جماعه. قلبته اهو، نسيبه بقى ايه يستوي كده. الكوسه كده مطفيه عليها النار اهي،
والسبانخ برضو موطيه عليها عشان تستوي على نار هاديه. والاكل كده خلاص، يا دوبك انا مستنيه عما الرز يستوي. هيكون الخضار بتاعي استوى على الهادي. اهدي بدال حطيت المقادير كلها. يعني البوتاجاز في اكلات معينه يستحب النار الهاديه وبتطلع لك الطعم احلى واحلى. فكده انا هستنى الرز اما يغلي اوطي عليه يتردد ونغرف اكلنا مع بعض. يا رب اكلنا يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم، وتحطوا لنا لايك واشتراك، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك وفعل زر الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. خلصنا يا جماعه، ودي كوسه على الجزر جميل لون روعه، ودي السبانخ بتاعتنا جميله ازاي ولفه وعسل، وريحه الاكل بقى ريحه الطبيخ ده جميل، وده مخلل جنب الاكل، وده رز ابيض، شويه رز ابيض مفلفلين جمال. وده كان اكلنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكونوا طلعتوا ولو بمعلومه بسيطه. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينسناش بالدعم واللايك والاشتراك يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.